صباح الخير، ازيكم؟ انا سلوى والنهارده هعمل معاكم حاجه بنحبها من التراث الشعبي المصري الاصيل، الطعميه الفلافل. وهوريكم ازاي تطلع كرانشي كده وهشه وخضره من جوه، وكل اسرارها معانا في الفيديو. طبعا الطعميه المصريه بتختلف عن اي طعميه في اي دوله عربيه عشان احنا بنستخدم الفول المدشوش اللي انتوا شايفينه ده. بنجيب الفول المدشوش وبنغسله كويس خالص خالص لغايه لما الميه بتاعته تبقى صافيه، وبننقعه في الميه حوالي 12 ساعه، يعني مثلا من بالليل للصبح علشان يطرى. فلما يطرى يبقى كده جاهز ان احنا نفرمه. الصبح بنصفيه وبنحطه في اذا كان عندكم مفرمه يدوي او محضره الطعام فود بروسيسور، وبنحط معاه عود من الكرات، عود او 2 من البقدونس والكزبره الخضراء، وزيهم عود او 2 من الشبت، 3 فصوص توم وحوالي نص بصلايه، ونضرب كويس جدا. وفي وسط الضرب كده نبتدي نقلب عشان ما يبقاش في حاجه موجوده تحت ما ضربتش كويس وما نعملش. بصوا لازم يبقى ناعم بالشكل ده وما فيهوش اي حاجات ناشفه من الفول او من الخضره. وطبعا علشان الطعميه ما تسودش معاكم وانتوا بتحمروها ما تكتروش الخضره هتخليها تسود وانتوا بتقلوها. السر التاني لنجاح الطعميه هقول لكم عليه في وقته. هنا بتاخدي كميه الطعميه اللي انت هتحمريها بس، وبتحطي عليها ملح، كزبره ناشفه، وبيكنج باودر. ما تحطوش بيكنج صودا لان برضو البيكنج صودا هتخلي الطعميه تسود. وفي حاله ان انتوا عايزين تحفظوا شويه من عجينه الطعميه في الفريزر، بتبقى قبل ما تحطوا الملح والبيكنج باودر والكزبره، بتتشال زي ما هي في اكياس، تقفلوا عليها وقت ما تعوزوها تطلعوها وهي بتسيح على طول على فكره. دلوقتي مرحلة التشكيل بنشكلها. لو ما عندناش المكنة اللي هي بتاعة تشكيل الطعمية نشكلها كده بايدينا اقراص، ونحطها في كزبرة مجروشة وسمسم. انا ما لقيتش كزبرة مجروشة عندي فاستخدمت كزبرة ناعمة. السر التاني لنجاح الطعمية لازم يكون الزيت غزير ويكون سخن، لو اتحطت في زيت قليل مش بتطلع كويسة. كمان البيكنج باودر ما يكترش، لان لما بنكتر البيكنج باودر الطعمية شكلها بيطلع مبهدل كده وبتطلع اشكال غريبة. وهنكمل بقى بقيه الكميه اللي عندنا تشكيل والتحمير. وبصوا لونها طالع ذهبي ازاي وما اسودتش عشان الخضره مش كتير. نطلعها ويبقى جنبها كده سلطه خضراء بتاعتنا الجميله والمخلل. والف هنا وشفا ليكم. والفيديو بتاعي لغايه هنا خلص، يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش شير ولايك وتابعوني، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.